السلام عليكم متابعاتي الجميلات. اليوم الفيديو ماشي كل يوم، الفيديو تاع اليوم غادي نهضروا فيه على واحد المواضيع بزاف شيقه، وان بليس اول مره ندير لكم فيديو كيما هكا، وثاني غادي نجاوب على اسئلتكم اللي سقسيتوهم لي في الانستغرام. حطيت لكم بوكس تما، اللي ما راهيش معايا في الانستغرام تروح تابوني، غادي نخلي لكم في اول تعليق مثبت لا باج انستغرام تاعي. خلونا نبدو مع اول سؤال. شوفوا هذا الستيل وكيوت راه عاجبني، سما غادي نبدا نلوز لكم به هنايا. صاي ما تسالونيش. في اول سؤال تقول صاحبة السؤال: انا ما عنديش انضباط، نحب مثلا نطور من نفسي، نبدا متحمسه ومن بعد نتكاسل حتى نحبس، واش الحل اللي درتيه انت؟ شوفوا، على بالي بلي هذا المشكل تعانوا منه كاع، ماشي غير هاد البنت، والحل راهم دايرين الحس برا، ما خلاونيش ما نصور نيشان. ماي جاد، صبروا، هذا السؤال خاصه تريحه في بلاصتي الاسطوريه اللي كاع شايفينها في الستوري. المهم، هاد المشكل كما قلت لكم يعانوا منه بزاف ناس، ماشي غير هاد البنت. اول حاجه ننصحكم بها شيرات انه ديروا هدف واحد ولا هدفين منطقيين، ما تروحيش تدخلي في شحال من دوره وشحال من جروب وتسمعي شحال من بودكاست ولا شحال من موضوع، مثلا بودكاست واحد على تطوير الذات، واحد على الرياضه، واحد ما رانيش نقولك ما تطوريش نفسك، لكن كل شهر ولا كل اسبوع ولا اسبوعين ديري هدف معين. تروحيش تركزي على 10 صوالح ضربه واحده، هذه من اكثر الحاجات اللي تخلي هذاك الحماس اللي في البدايات يروح. سما ديري هدف ولا زوج، هذه اللي دائما ننصح بها متابعاتي في البرامج المدفوعه، في البرامج المجانيه مهما يكون، نقول لهم شوفوا نقصوا من الاهداف. سيرتو هذوك لي جروب تاع التليجرام اللي داروا تدخلوا لهم وما تستفادوش منهم بروبليم، تلقوا هكا جروب فوق جروب فوق جروب ويحكمك ستريس. قولوا لي ما كاش منها، كاينه منها ولا ما كاش؟ كاينه منها، صدقيني. روحي قلعي هذوك لي جروب كاع، ميم سي غادي يضرك قلبك وتحسي باللي هذه حاجه غادي تستفادي منها، مالغري ما كاش كاع تستفادي منها، بصح غادي يكون عندها فايده. قلعي هذوك لي جروب، خلي غير جروب ولا زوج ولا ثلاثه اللي فيهم غادي تخدمي على اهدافك الحقيقيه، مثلا مجموعه تاع حفظ القران الكريم، مجموعه تاع تحديات ولا دوره راكي شاريتها مثلا تاع التربيه بالنسبه اللي تكون ولا هكا. هذا ما كان، ما تروحيش تدخلي لي في تحدي سورة البقرة، تحدي الاستغفار، تحدي ما بين 20 تحدي داخله فيهم، ومن بعد يحكمك الاكتئاب. في الاول تكوني متحمسه صح، بس من بعد صاي. شوفوا، ما رانيش نقول لك ما ديروش هاد العفسه في حياتكم، بصح لو في كونوا واقعيين. الشيرات ما كاش هدف غادي يتحقق في سيمانه ولا سيمانتين، الا اذا كان هدف بسيط بزاف بزاف بزاف، مثلا تحفظي صوره ولا هدف قد يتحقق في سيمانه ولا سيمانتين. بصح هدف تاع تحصلي مثلا على الجسم المثالي اللي كي باغيه تهنتي، ولا تاع العنايه بالبشره، ولا تاع الثقافه، ولا تاع ما بيش مشروع حياه، حاجه اللي تتمشى لك حياتك، ما تتوقعيش انه غادي تسرى بين ليله وضحاها. من الاسباب اللي تخلي الانسان يكره حياته ويروح لهداك الحماس بعد فتره ويتكاسل هو هذا، انه يتوقع نتائج سريعه على الافعال تاعه. فدايما كوني واقعيه وقولي باللي انا اسعى واتوكل على الله ومخليتها على ربي سبحانه، ومتاكده انه بعد مده غادي يتحقق هذاك الهدف. بصح ما غاديش يتحقق اليوم ولا غدوه، ماشي شرط. نقطه واحده اخرى باش ما نطولوش مع هذا البوين، هي حاولي ديري خطه معينه، ما تمشيش غير هكا سبهلاله. ديري خطه تمشي عليها. قال مثلا عندي برنامج رياضي نتمشي عليه، قال مثلا راني باغي نحفظ القران ولا نواظب على صلاه الفجر، عندي برنامج معين نوض الساعه الفلانيه نحفظ بعد الفجر مثلا القران. اكثر حاجه نوصيكم بها الشيرات هي انه تغتنموا فتره الفجر، تصلي الفجر وبعد الفجر تبدي تحفظي القران ولا تقري الورد تاعك. المهم ما تخليش هذاك الوقت يروح لك في باطل. وهذاك الوقت الرسول عليه الصلاه والسلام قال، على حد علمي، على حد ما راني متفكره، بورك لامتي في بكورها. فالبكور ديجا فيه الرزق، ربي سبحانه يقسم الارزاق، وفيه النشاط وفيه الخير والبركه، ونهارك هذاك تحسي باللي منتج، ميم كاع نهار ما درتي حتى حاجه، هذيك الصبحيه برك تولي تحسي منها باللي نهارك فات طوب. هذه من بين الحاجات اللي انا ساعدتني شخصيا. ثاني، احيطي نفسك بمحيط ايجابي. نقول لك محيط ايجابي اذا ما لقيتيش في الحياه الواقعيه، كاين في المواقع مجموعه تحفظ القران الكريم، كاين بزاف اللي يديروا مثلا تحدي تاع صلاه الفجر، ما يستيقظوا صلاه الفجر يقولوا لبعضهم ولا ينوضوا بعضهم، وهذه الحاجه بزاف محفزه. في الاول ما كنتش نامن بهذه اللقطه تاع المحيط المحفز، كنت نقول معليش نخدم غير روحي، ومن بعد من سيتها تاع بصح تحفزت بزاف من ناحيه مثلا تحدي سوره البقره. كي تشوفي الناس تقرا ولا تشوفي ناس فاتك في الحفظ وكاع، تبدي تقولي انا اين انا من هذا، اين انا من هؤلاء اللي راهم يقروا ويجتهدوا
ويتقربوا من ربي سبحانه وتعالى يوم بعد يوم ويطوروا من رواحهم. باسكو ديري في بالك باللي اي حاجه كتعلميها في القران الكريم راكي تتطوري بيها درجه فوق درجه فوق درجه في كاع النواحي تاع حياتك، ماشي غير من ناحيه الحفظ ولا اللي تشوفي روحك صايت ادابتيتي مع البروغرام تاعك، بديتي تحققي الاهداف الصغيره تاعك الاوليه، بديتي تطلعي شويه في المستوى وتدخلي في هذوك لي جروب على روحك. والسؤال الثاني يقول كيفاش نتخلص من الاكتئاب والتفكير الزائد اللي تعاني من هذا المشكل ترفع يدها. شوفوا، من اهم حاجات اللي لازم تديريهم لما تحسي روحك تعاني من الاكتئاب ولا الحزن ولا التفكير الزائد هو انه تحبسي دقيقه وتسمعي المشاعر تاعك، ماشي تقعدي تعيشي في ياماتك وتتجاوزي المشاعر تاعك. شغل حاجه ما صرات، مثلا زعفتي تفوتيها نورمال تقولي معليش كاع الناس تزعف، ولا بكيتي ما تبكيش مام با من قلبك وما تخرجيش كاع هذاك البكا اللي راه في خاطرك. كشغل عايشه هامله كاع المشاعر تاعك. هذه من اكبر الاشياء اللي تخلي الانسانه تدخل في حاله اكتئاب، باسكو نهار اللي تزعف ما تسمحش لروحها، ما تريحش وتدون. حاجه الاولى ديجا انا مدمنه التدوين هنايا معكم، المدمنه غادي نحل صفحه على الزهر ونخليكم تقروا فيها يا ياضر. سبحان الله، فاش طحت ولا غير طحتيها زهر تحسبوني نزعق ولا؟ قائمه الامتنان، او ماي جاد الله، والله غير الزهر. طحت لكم في صفحه وراني كاتبه الاخر هنا، راني كاتبه عادات جديده يتقرب من الله سبحانه وتعالى. الصاي خوتي هذه تاوعي كلا تشوفوهم. المهم من بين الحاجات ثاني الملاح ديجا تفكرتهم دروك هي الامتنان، انه دائما تكون عندكم قائمه تاع امتنان كيما هكا. ما تضحكوش عليا، على بالي هنايا نورمالمون نكتب المهام تاع يوم الاربعاء وني كاتبه قائمه الامتنان، ما همش. المهم دائما حاولي انه قبل ما ترقدي تخمي على الاقل في 5 حاجات، مالغري كاين بزاف اللي راكي ممتنه اللي راهم موجودين في حياتك. هذه من اكبر الاسباب اللي تخليك كانسانه وكمراه خاصه تخرجي من حاله الاكتئاب اللي راكي فيها. ولازم تفهمي حاجه تاني، دي فوا ما يكونش هذاك اكتئاب، دي فوا تكون هذيك اختلاط تاع هرمونات. شوفي على حساب لا بيريود اللي جاك فيها هذاك الحزن والاكتئاب، باسكو مرات تكون في فتره مثلا ما قبل الدوره الشهريه باسبوع ولا في الاسبوع تاع الدوره الشهريه، فهذيك اكيد غادي تحسي باكتئاب وتحسي روحك كارهه روحك وتخمي بزاف وتكرهي كاع الناس، وراكم عارفين بلا ما نوصف لكم الاعراض. سما هذه حاجه عاديه تقبليها، عطي روحك الراحه، الرقدي. كما قلت لكم قائمه الامتنان دائما معاكم، دائما اكتبوها، وحتى اذا ما كتبتيهاش قوليها في بالك. حاجه واحده اخرى تاني من اللي غتخليك تفهمي المشاعر تاعك هي حاولي دائما في دفترك الخاص تكتبي واش هما الحاجات اللي تبغيهم، واش هما الحاجات اللي كانوا يفرحوك من كنت تديريهم، واش هما الحاجات اللي يزعفوك ولا اللي يخوفوك. من هذوك الاجوبه غادي تستنتجي واش هي الحاجه اللي هي مخليتك تدخلي في هذا الاكتئاب. لانه اذا انت ما حبستيش دقيقه في حياتك ولا ساعه ولا نص ساعه في نهارك وتسائلتي علاش راني نحس كيما هكا واحتضنتي نفسك وحسيتي بنفسك واقفه مع روحك، عمرك ما غادي تخرجي من هذيك الحاله تاع الاكتئاب. وحتى واحد كما قلت لكم ديجا في الانستغرام قبل ما غادي يخرجك من هذيك الحاله تاع الاكتئاب من غير ربي سبحانه وتعالى، ومن بعد انت لا احد سيخرجك من ذلك من غير الله سبحانه وتعالى. اول شيء اول ملجا ثم نفسك انت. حبسولي ما تتجاوزوا المشاعر تاعكم نورمال كتر حاجه مصرات، وبدو تهضروا مع رواحكم شويه، ماشي غير المهبول اللي يهضر مع روحه. مام الانسان العاقل اللي راه باغي يفهم المشاعر تاعه يهضر مع روحه. اذا لقيتوا دورات ولا حاجه اللي تعاونكم ثاني نفسيا من الناحيه النفسيه ادخلوا لها، حاجه تاع كتب ولا شاركوا فيها. وهذا الصيف باذن الله راني راح نفتح باذن المولى عز وجل اذا قدرني ربي وكملنا مع الدفعه الثانيه دفعه جديده اللي ننطلقوا فيها في رحله تشافي جديده اللي متعبه اكيد، بصح اللي غادي تخرجك ان شاء الله من الاكتئاب اللي راكي فيه. صاي ماركيتو عندكم هادو الزوج قواعد مهمين: الامتنان، تحبسي دقيقه مع روحك وتتسائلي علاش راني حاس كيما هكا، وتبدي تدوني في الدفتر تاعك. سهله مهله، ديجا حطيت لكم واحد المره ليست تاع اسئله تجاوبوا عليها، واني هادر على هاد السوجي في دي فيديو تاني من قبل. شوفوا لي فيديو اللي فاتوا دوك تفهموا مليح على واش راني نهضر. خلوني نزيد نوري لكم تاني صراحه راني مدونتهم هنايا. حاجه واحده اخرى تاني، امتنان. قلت لكم امتنان دائما حاضر هنا من بين الحاجات اللي نبغي نديرهم هنايا. كيف حتى من بين الاهداف تاعي هذاك الشهر كنت حاطه التركيز على مشاعري من كثر اللي هذه حاجه مهمه. دوك تحسبوني اني كاتبت هضروك ولا مي هاد الصراحه اني كاتبتهم مام قبل هذه، كتبتهم في شهر اوت 2024. وهنا اني كاتبه اون نوت بور موا: لا تحتاجين ان تثبتي شيئا لاحد. اي لايك ات. شغل مانيش باغي نخلي هذا الفيديو غير اجابه عن اسئله، اني باغيه مام ندخلكم شويه في المود، اني باغيه نعرفكم شويه على روحي اكثر باش تداصروني. فاهم؟ واحد المره وحده في الكومونتير قالت لي حبسي ما تضحكي بزاف. ايماجينو how rude can someone be.
قالت لي ما تضحكيش بزاف، كوني سيريوز يا اختاه، انا مانيش باغي نكون سيريوز. لاي ما عجبكش المحتوى تاعي ما تفرجيهش، هذا ما كان. قولوا لي في الكومونتير اذا تبغوا نحس الفكاهه تاعي ولا لا، قولوا لها وروا لها بلي تبغوني. طيب صمتها بزاف، خلونا نكملوا. السؤال الثالث هو هل تفكري ولا يجي نهار ديري كورس تشافي الطفل الداخلي من جرح الاب والام؟ ديجا ندير في كورس التشافي، من اصعب الكورسات، من اصعب الدورات، ومن اصعب التجارب، بصح من اجمل التجارب اللي تخليك تتعرفي على نفسك، تعرفي على مشاعرك، وتتعرفي على المخاوف تاعك والمصادر تاعهم، وكيفاش تتعاملي مع هذه الجروح الداخليه بلا ما تكرهي والديك، بلا ما تكرهي روحك. فديجا راني ندير في هذا الكورس، برك الدفعه راهي معمره على بها، غلقت التسجيل مبكرا هذه الخطره، بالك الصيف هذا ان شاء الله تكون كاينه دفعه اخرى. ستي توند. نكملوا الاسئله تاعكم الشابه، ما تنخلعوا ما والو، صباح كنت نصور ودروك في الليل راني نكمل، هذا مكان. خلونا نكملوا. السؤال الموالي اللي على بالي بزاف منكم تاني يعانوا منه، يقول احكي لنا على التعامل مع بنات متنمرات، سواء اللي يكونوا طاي وتاني الستوتات اللي من تحت لتحت حتى تلقاها حاطه عليك مسمى. شوفوا نعطيكم حلول سريعه وحلول اللي طولي شويه وانت ديري فيها. تبعوا معايا مليح النقاط اللي غادي نقولهم لكم دروك. اول حل واسهل حل واسرع حل هو انه تبعدي على هذوك الناس وتجاوبي عليهم. كيفاش؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، واهجرهم هجرا جميلا. اهجريهم، بعدي عليهم، ما تدوريش بيهم، ما تصاحبيهم، ما والو. اهجرهم هجرا جميلا، ماشي تدابزي معاهم وتروحي تهجريهم، عادي تهضري معاهم عادي، لكن بيناتكم السلام كي راكي غايه لاباس وتبعديهم. لكن على بالي باللي كاين اللي يكونوا هادو الناس قراب ليها، ما تقدش كيفاش تهجرهم، بالك يكونوا افراد من الاسره، من العائله تاعها، ولاد عموم، بنت عم، ما باليش بالك حتى اخت ولا صديقه. في هاد الحاله غادي ديري نقطه اساسيه اللي هي انك تحطي حدود. شوفي نتيا، اول حاجه اول مره يتجاوزوا فيهم حدود معاك ولا يتجاوزوا حدودهم معك فيها، حبسيهم تما، منعيهم وبيني لهم انزعاجك. باسكو لو كان، باش نكون صريحه معك، انت لو كان من الاول وريتي لهم العين الحمراء كما نقولوا حنايا، ما كانوش غادي يتجاوزوا الحدود تاعهم معك ويتنمروا عليك كل خطره يلقوك فيها، ولا يشروا عليك ولا يعطوك مسميات كما قلتي لي. فلازم من اليوم الاول سيبون تحطي النقاط على الحروف. قال راك ديرونجي فيا، هاد الهضره ما تزيديش تعاوديها لي، ودوك نعطيكم اكزامبل ديجا شويه هكا. المهم قال يا سيدي صاي طفرت وسمحتي لهم يتنمروا عليك مره مرتين ودروك والفو، راهم دائما يتنمروا عليك كي باغي تلقي حل صح. نعطيكم هنا مثال باش تفهموني. قال مثلا تلاقيتي وحده وهضرت لك بفاصون عيانه، مثلا قالت لك راكي رايحه وتسماني، معليش ديري شويه لاطاي، ولا ماكش كاع متخليه في روحك، ديري لاطاي. قالتها لك بطريقه وقحه اللي تهينك بها، تحاول تهينك بها. في هذه الحاله ما تروحيش تقولي لها وانت نسيتي روحك وتبدي تدابزي فيها، ولا تزعفي وتسكتي وتروحي. السكوت الثاني هنا ماشي مليح. الحاجه الاولى تبيني بصوت صارم شويه، ماشي منزعج، ما تبينيش انزعاج تاعك ولا كي غضبانه ولا كي زحفانه، لا، بصوت هادئ في نفس الوقت صرامه سيريو، وبلا ما تزقي، بلا ما ترفعي صوتك، تكوني هادئه وتتفكري في راسك باللي هادو ناس عقولهم فارغه، لانه لو كان ما جاش عقولهم فارغه ما كانوش غادي يهضروا هضره كيما هادي وما يدخلوش روحهم في حياه الناس. وتقولي لها سمحي لي بصح معليش ما تزيديش تدخلي روحك في حياتي. على بالي هذه الاجابه شويه تبان شرسه شويه، بصح على حساب طريقه كلامك ليها. ما تروحيش تقولي لها ما تزيديش تدخلي روحك في حياتي، لا ماشي كيما هكا، بشويه معليش ما تزيديش تدخلي روحك في حياتي. واكيد هي غادي تقول لك على زعفتي ما تزحفيش، وتبدا تبروفوكي فيك تاع تبين لك بلي زعفتي. قولي لها بكل هدوء وبضحكه علاش نزعف، نورمال، راني راضيه على الجسم تاعي، برك ما نبغيش الناس شغل كي تدخل روحها حياتي، هذا ما كان. وركزي لي على الضحكه في هذه الاجابه، تبيني لها بلي تاع صح راكي كالم، ما راكيش كاع منزعجه، برك شغل ما نبغيش الناس تدخل روحها فيا وصاي. ناكد لك من هذه اللحظه هذيك الانسانه ما تزيدش تقرب لك وما تزيدش تهضر لك هضره عيانه ولا تتنمر عليك، باسكو الاجابه هذه فيها تقدير للذات تاعك والرضا عن ذاتك بلي راضي على جسمي مهما يكون. على بالي اذا سمنت واذا نقصت، على بالي واش لازم ندير واش ما لازمش ندير، فما نحتاج حتى واحد يعطيني الراي تاعه في هذه الحاجه الا اذا انا سقسيته ولا طلبت رايه. واكيد هذه النقطه تدربي عليها بشويه، هذه الاجابات تدربي عليهم كما هكا، في نفس الوقت تخدمي اون باراليل بالتوازي على نفسيتك وعلى تقديرك لذاتك وكلامك الداخلي مع نفسك. واذا راكم مهتمين نديروا فيديو بالتفصيل على موضوع التنمر، باسكو هنا راه فيديو اجابه على الاسئله مش باغي نطول بزاف، قولوا لي في التعليقات كالعاده.
وهذه بالمناسبه راهي داخله في الذكاء العاطفي، باسكو قلت لكم ندير لكم فيديو على الذكاء العاطفي، هادو كاع راهم داخلين في الذكاء العاطفي، فحلوا ودنيكم مليح وركزوا معايا. السؤال اللي موراه تقول صاحبته: كيفاش نخرج من حالتي؟ اصبحت نحب الوحده واخجل، ما نحبش نحكي مع الناس بزاف باسكو ضريت في الماضي. هنايا نصيحتي ليك اول حاجه باش تتخلصي من هذيك الوحده انه تبدي بالتدريج تدخلي روحك في مجموعات، ماشي شرط تكون مجموعه في الواقع، ابدي بالمواقع. ادخلي مثلا في مجموعه تاع تحديات، صحبه صالحه، راهم كاينين بزاف الشيرات غير اللي ما بغاتش. مجموعات كيما هكا اونلاين، سي فري هما اونلاين وتكونوا بعاد على بعضاكم، بصح تحسي بوحده الدفء لما تكوني في هذيك المجموعه، تحسبي راهم بصح معاك. وهاد الحاجه غادي بشويه بشويه تخليك تتعلمي كيفاش تهضري مع الناس، كيفاش ما تقعديش وحدك معزوله، تبدلي افكار معاهم، وزيد غادي يعجبك الحال من تدخلي في هذه الحاجه. باسكو انا واحده من الناس نبغي الوحده بزاف، نبغي نقعد وحدي، صح. من نهار اللي تعرفت على مجموعات كيما هكا تاع صحبه صالحه، الله يبارك، تحديات، تهضري معاهم باريحيه، ناس واعيه، ناس تفهمك، ماشي ناس مبلعه في راسها كيما اللي نشوفوهم غالبا في المحيطات تاعنا. وليت نبغي اني نهضر معاهم، نبغي نكون معاهم، ووليت نبعد شويه على الوحده. مالغري الوحده في بعض الاحيان مليحه، دي فوا الانسان يحتاج يكون وحده، ماشي دائما لازم تكوني مع الناس ولا اجتماعيه. ثاني حاجه واحده اخرى، نقطه مهمه جدا، هي انه تتحدي روحك وتخرجي وحدك الى اماكن وين تقدري تهضري مع الناس، تتواصلي معاهم. على بالي بلي صعيبه الشيرات، على بالي ماشي سهله، بصح حتى حاجه ما غادي تكون سهله لو ما تحاوليش من النهار الاولى تجيك صعيبه، بيان سور تجيك بزاف صعيبه، النهار الزاوج شويه، ملي مورا من بعد صاي تولي تجيك حاجه سبونطاني كما يقولوا، عفويه. وبرك نبهكم كي تخرجي وحدك، خرجي في اماكن فيهم الناس، باسكو نشوفوا ظواهر الاختطاف وهاد الصوالح. يا اما تخرجي مع انسانه اللي تكوني كونفورطابل معها، مرتاحه معها بزاف، تقدري تسقسي الناس قدامها عادي ما تحشميش منها، ولا تخرجي وحدك بصح اماكن اللي فيها الناس، باغ اكزومبل تروحي كافيتيريا، ريستورون، ولا ودوموندي الطلب تاعك وحدك، باسكو كاين على بالي اللي تحشم ديجا، اللي يكون عندها هذا الخوف تحشم اصلا تكوموندي ولا دوموندي وحدها الحاجه. كوموندي وحدك، تختاري وحدك، تسقسي الناس برا مثلا، انتي تشجعي وتسقسيهم، قول لهم قال البيس فلاني وين جاي، هذه وين جايه، بشويه بشويه غتحسي بلي اصلا هادو الناس ما يعرفونيش كاع، اذا رجفت قدامهم غلطت قدامهم يا سيدي غادي ما يزيدوش يتلاقوني في حياتهم، لذلك تدربي بهم، لانه كانوا يفيقوا هادوك الناس بلا كي دايرتهم تدريب. المهم هذه بزاف طريقه فعاله، راني باغيتكم تجربوها وتعطوا رواحكم الحريه بشويه بشويه، دوك تبدو تتأقلموا مع الوضع وتخرجوا من هذاك الخوف. صاي فهمنا؟ نروحوا للسؤال اللي بعده. وتقول صاحبة السؤال: أعطني نصيحة لكثرة الوساوس وأحلام اليقظة المفرطة من فضلك. نحكي لكم حاجة، بالنسبة لي أحلام اليقظة بزاف كنت نعاني منها. تقعدي قاعدة في بلاصتك، على بالي بلي بزاف منا يعانوا منها، ماشي معاناة عادي، دي فوا الإنسان يحلم أحلام اليقظة، عفوا يكون مريح هكا، تخيلي حياتك. أنا دي فوا نبغي بزاف هاد الحاجة، شغل قبل ما ترقدي تبدي تخمي في حاجة إيجابية، تتفائلي، تخيلي فارس الأحلام. بزاف صراحه كيما هكا. بصح الحاجه اللي ماشي مليحه هي انه دائما عندك ادمان على هذه الحاجه، كل ليله كيما هكا ولا كل يوم هكا، وتغيسي وتروحي فيها وديري سيناريوهات في راسك ما يكملوش. هنا تولي هذه حاجه غير صحيه، باسكو راكي تضيعي في وقتك وطاقه عقلك في حاجات اللي راهي تستنزف فيك. وافضل حاجه درتها هنايا باش تخلص من هذه الحاجه ونقصت منها بزاف، هي اني عمرت وقتي بالقرايه تاع الكتب، عمرت وقتي باللي بودكاست، نتعلم ماشي غير نسمع ونضيع وقتي، نتعلم منهم. عمرت وقتي بصناعه المحتوى، بتقديم رساله ايجابيه للناس، عمرت وقتي بالذكر بالقران، بحاجات اللي تنفعني دنيا واخره. هكا وليت اصلا ما نلقاش وقت ميم باش نصمم ولا نتخيل، ونهار اللي نحط راسي على المخده نرقد ديريكت. علاش؟ باسكو عييت من كاع الخدمه اللي درتها في الصباح. فهذه افضل حاجه تنجمي ديريها باش تتخلصي من احلام اليقظه ولا تنقصي منهم لو ماكسيموم. بالنسبه ايضا للوساوس، شوفي الوساوس حلهم بالتاكيد هو القرب من الله سبحانه وتعالى. صلاه الفجر اول حاجه نوصيك بها، ثانيا تحافظي على صلواتك كاع في وقتهم، ثالثا تدعي ربي سبحانه وتكثري الدعاء، رابعا القرآن، اقري القرآن وحفظي القرآن وخليه جزء من حياتك ويومك، وتدبري الآيات القرآنية وفهمي المعاني تاعها وغوصي فيها، شغل تحسي بواحد الانشراح في صدرك كبير كبير كبير. ما تأمنيش حتى دوك الوساوس ما يبقاش عندهم أثر، لأنه الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ما شافك هكا قريبة من ربي سبحانه وتستجدي لربي سبحانه، هو أصلا كي تستجدي هو يبكي تما ما يقدش، تستجدي تقري القرآن يبدأ يبعد عليك، يبدأ هذاك الوسواس ما يأثرش فيك، هو ما يبعدش باسكو هو دائما كاين، بصح
يبدا هذاك الوسواس ما ياثرش فيك، لانه راك تبني في صلابه نفسيه، قوه خارقه غير ربي سبحانه اللي عالم بشحال خارقه هذيك القوه. وحاجه واحده اخرى ثاني، داومي على سوره البقره، خاصه سوره البقره يوميا 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 قريها، تحسي باللي راكي محفوظه ومحميه من عند ربي سبحانه. هذه ناكدها لك. فهذا كان الجواب تاع احلام اليقظه والوساوس اللي كل وحده تعاني منهم. السؤال اللي موراه، عجبوني بزاف الاسئله تاعكم هذه المره، ماذا بيا تعاودوا تسقسوني اسئله ماشي نفسهم، اسئله واحد اخرين يكونوا تاني مميزين كيما هادو في الانستغرام اللي خليت لكم غادي نخلي لكم مثبت تحت في التعليقات. السؤال اللي موراه قالت لي اختي نصائح من القلب للقلب لبنت عمرها 19 عام. كي قريت هذا السؤال فكرت روحي من كان عندي 19 عام وش كنت غادي نقول لروحي في هذاك الوقت. اول حاجه، ابدي في رحلتك في حفظ القرآن الكريم خاصة وتدبر معانيه. ابدي رحلة تاعك مع القرآن الكريم. أكثر حاجة ندمت عليها أني ما بديتهش بكري، لأنه كل ما تبديه وتقريه تحسي بلي مازالك متأخرة، بلي مازال كاين فيض من العلم راهي قارع فيك، وبلي الناس راهي زعما افونسي عليك في هذه الحاجة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. افونسي، ديري الكوراج بالناس، احفظي، ادخلي في مجموعه حفظ القران، نوصيك ثم نعاود انه تدخلي مهما كان السن تاعك. هي مادام قالت لي 19 عام فهذه الحاجه نركز عليها اولا واخيرا، هذه هي اللي نركز عليها. النقطه الثانيه اللي نصحك بها هي انه تبعدي على الناس المسمومه، الناس التوكسيك، الصحبه السيئه اللي تجرك للتهلكه للهاويه. مهما كانوا هذوك الناس ملاح، حاولي قدر الامكان ما تقضيش معهم بزاف وقت، لانه غادي تتشربي بالافكار تاعهم وتولي كيفهم بدون ما تحسي. ثالث حاجه، تعلمي وثقفي روحك، اقري، تعلمي على المرأة في الإسلام، الأنوثة، الحاجات هذه اللي قريب تختفي من المجتمع تاعنا، باسكو النساء ما راهمش واعيين بحقوقهم في الدين تاعنا، واجباتهم، واش لازم تدير وواش ما لازمش تدير. كاين بزاف دي بودكاست عارفي برك واش تتبعي، واكيد كي تلقي حاجه هكا مشهوره غالبا غادي تكون هذيك حاجه مفيده. تلقي تاني اراء الناس في لي كومونتير ايجابيه، غادي تلقي بلي هذيك حاجه باذن الله راهي تصلح باش تسمعيها. يعني نقول غالبا باسكو دي فوا تكون حاجه ماشي مليحه وعليها مشاهدات بزاف. واخر حاجه ما تعيشيش سبهللا، ما تعيشيش في الدنيا ما عندك لا هدف لا رساله لا والو. ابحثي على الرساله الخاصه تاعك، الرساله اللي باغيه توصليها للناس، اللي باغيه باذن الله تؤجري عليها في الاخره. ما تعيشيش كانسانه هاويه تدخل برك لي ريزو سوسيو تبدا تحوس تسمع لي فيديو، تسمع حكايات الناس وعمرها ما تدير حتى حاجه، كاع نهار هي تجري مور خبرات الناس. لا، كوني امراه رساليه، ورسالتك انت تعرفيها. مثلا انا لقيت رسالتي هي اني ننصح البنات، نوعيهم نحو تطوير الذات، تقويه الشخصيه، حاجات اللي انا استصعبتها، نعاون النساء والبنات باش يجوهم ساهلين وما يمروش بنفس المراحل اللي مريت بهم، يروحوا مباشره باذن الله للفائده. فانت تاني حوسي، ماشي شرط تكون عندك نفس الرساله تاعي، لكن تكون عندك رساله. مثلا تكوني عندك رساله انه تتعلمي القران وتعلميه، تتعلمي حاجه علم نافع وتعلميه، اي شيء من هذا القبيل، حاجه اللي باذن الله تشفع لك يوم القيامه عند ربي سبحانه وتؤجرين عليها. هذو كانوا نصائح من القلب إلى القلب لبنت عمرها 19 عام، وبصفة عامة لأي بنت ولأي مرأة. ما تعيشيش عيشة ما فيها حتى معنى. نروح السؤال اللي مراه، قالت لي أنا نقرأ في الليسي وني باغية ندخل دراهم في هذا الصيف إن شاء الله، كيفاش ندير؟ سمحوا لي على الإزعاج. المهم راني مواصله، سمعتوا الحس ولا ما سمعتوش غادي نكمل. بالنسبه للدراهم الشيرات، شوفوا اذا راكي باغيه ديري ربح سريع هذا الصيف، بيان سور هنا ما غاديش نقول لك روحي ديري صناعه محتوى ولا روحي حلي بروجي في الصيف، لا، باسكو ياخذ وقت وما غاديش تدي الارباح تاعه مباشره هذا الصيف. سما الاعمال اللي تقدري ديريهم هما اعمال في الواقع. تروحي باغ اكزومبل اتولي تاع خياطه، كاين دي اتولي جو صغار وين تقطعي الزوائد هذوك تاع كيفاش نقولوا هذوك الفينيسيون، هذه هي الكلمه، الفينيسيون. ديري فينيسيون، تكملي مثلا قطع يعطوهم لك الخيوط الزايدين تمقسيهم منا، تخلصي كل سيمانه مثلا يعطوك 400 ولا باش راهم يخلصوا، باسكو انايا درتها من قبل على بها راني نشرح لكم فيها بالديتاي. كنت نبغي تاني يكون عندي دراهم في هذاك الصيف باش نشري صوالح، نشري قش ندخل به نقرا وكاع. كنت نروح كاين اتولي تاع خياطه، اتولي تاع لي زيستراس، هذوك لي زيستراس تخدميهم يلصقوهم في التريكو هكا وكاع. كنت نبغي هذا الدومين، كان يعجبني الحال، سي فري كنت ناعيه ما غاديش نعاودها، بصح كنت نجيب منهم دراهم. هذه بار اكزومبل. سما حوسي على حاجه في ارض الواقع. واذا كنتي مهتمه بالربح طويل الامد ولا ربح ماشي شرط في هذا الصيف، يعني بعد مده، راني هدرت لكم في فيديو دوك نخلي لكم هنايا وين قلت لكم كيفاش ديروا خطوه بخطوه وافكار وكلش كلش كلش حطيتها لكم في هذاك الفيديو. ما غاديش نزيد نحط فيديو مورا باسكو هذاك شامل كامل باذن الله ينفعكم ويفيدكم. نسيت باش نقول لكم كاين بزاف اسئله سالتوهم لي، ما غاديش نجاوب عليهم كاع في هذا الفيديو، يا اما نديروا بارت 2
كيما اذا قلتوا لي في لي كومونتير بيان سور، ولا نجاوبكم عليهم ان شاء الله في القناه تاع الانستغرام وين تما عندكم صحاباتي ونشارككم يومياتي وكلش. كونوا في الموعد وخبروني في لي كومونتير واش يفيدكم واش ينفعكم. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي ما عندناش انستغرام، ما عندناش الاخر، انا شا غادي ندير لكم يا خوتي، انا ماذا سافعل لك؟ انستغرام تحلي كونت وسي بون شغل. انا ما عندي ما ندير لك في هذه الحاجه، ما تقدريش تحلي انستغرام، ما كاش كيفاش ندبر لك حاجه واحده اخرى، ما كاش حل اخر، ما كاش منصه اخرى. واذا كاين اش كاين سناب شات، ما نحلش سناب شات بيان سور، ما غاديش نقدم محتوى تطوير ذات في سناب شات غير هكا. سناب شات اذا دخلت له نتصور برك. المهم غادي نروحوا دروك الى اخر سؤال، ومهم جدا هذا السؤال، تبعوا معايا مليح، واللي راني خمم ندير عليه فيديو ان شاء الله، اللي هو الخوف من الرفض. صاحبة السؤال سقساتني وقالت لي انا نخاف بزاف الرفض، نخاف نطلب حاجه ونترفض حتى لو كان يكون من اقرب الناس ليا، ما نقدرش نطلب ديك الحاجه خوفا من الرفض. على بالي حسيتي انت تاني بلي عندك نفس المشكل تاعها، ما انا عندي نفس المشكل تاعها، برك كاين استراتيجيات مايند سيت شيفت كما يقولوا، اللي تبدلي بهم عقليتك من هذه الناحيه وتبدلي منهم تفكيرك تجاه الرفض. الرفض عنده بزاف اسباب، غالبيتها راجعه من الطفوله والرفض اللي تعرضنا له في الطفوله. ان شاء الله باذن الله ندير لكم فيديو على هذا الموضوع لانه مهم بزاف، واذا ما درتش فيديو نهضر عليه في الانستغرام ليسونسيال. ابوني في الانستغرام هذاك هو الصح. لا والله كي راني نقول لكم ابوني في الانستغرام باسكو اجا مصلحتكم، باسكو تما راني ناشطه بزاف وراني نعطيكم نصائح بزاف تاني اكثر منا، على بها راني باغيتكم تاخذوا الفائده الكامله من كل شيء راني نقدمه، هذه هي. وتاني باش اونكا كانت كاينه دورات مجانيه ولا حتى دورات مدفوعه تكون على بالكم بها باش تسجلوا مع الاوائل، باش هكا ما تروح لكمش الفرص. ودروك نبدا في الاجابه على هذا السؤال. اول واهم حاجه هي انه لازم تفصلي بين الرفض والقيمه الذاتيه تاعك. لما انسانه تقول لك لا على حاجه، تطلبيها في حاجه وترفض، هذا ما يعنيش انه انت ما تستاهليش ولا انت لستي جيده كفايه كما نقولوا. لا، هذه الحاجه غالبا راهي متعلقه بها هي. ثاني نصيحه هي انه تدربي روحك على الطلب تدريجيا، تعلمي تطلبي من الناس اشياء تدريجيا مهما جاتك الحاجه ثقيله. بار اكزومبل تكوني تشري وتتسوقي وحاجه مثلا تجيك غاليه وكاع تقاشحي كيما نقولوا حنايا مول الحانوت تقولي له معليش تقصت لي منه وكاع، ما انت راكي موجده روحك نفسيا انه غادي يقول لك لا، نورمال سقسيه باش هكا تقلعيك شغل هذاك الايغو والغرور تاعك اللي يخليك ما تبغيش تسمعي كلمه لا، ما تبغيش تسمعي الرفض تاع الناس. لا، هكا غادي هذاك الايغو تشوطيه. فهذه من بين الامثله. حاجه دوزيام بار اكزومبل صديقتك تطلبيها في حاجه بسيطه، ولا هادو من بين الحاجات اللي تنجمي تدربي روحك بيهم تدريجيا بشويه بشويه، ومارسي هذه الحاجات كشغل تمارين تاع محاربه الخوف ولا محاربه الخوف من الرفض. هذه هي. واهم حاجه تاني اشتريت هي انه مربوطه شويه مع النقطه الاولى، هي انك تهضري مع روحك داخليا، تدعمي روحك نفسيا وتقولي انه هذه الانسانه اذا رفضتني ما يعنيش اني انا ما نستاهلش، عادي جدا نستاهل انه الناس تقدم لي الدعم ونستاهل المساعده، لكن فقط هذيك الانسانه ربما هذيك الحاجه ما راهيش آليز انها تشاركها معايا ولا تقدمها لي، وانا مقتنعه جدا اني نتعرض للرفض، وحتى انا نعطي روحي حق اني نرفض لما حاجه ما تكونش في صالحي. مثلا انت لما تجيك وحده تطلبك في حاجه فعادي انه تسمح لروحك انه ترفضيها اذا كانت ديك الحاجه غادي تضرك ولا ديك الحاجه تحتاجيها ولا ايا يكون السبب. فهاد النقطه ما غاديش تعلمك غير تواجهي الرفض، وانما تعلمك تاني تحطي الحدود. شفتوا لي كاي هذا شحال شباب الله يبارك تاع متابعه القراءه، يا درا الجمال فري عجبني بزاف، عجبني باسكو دائما نسحقوا هكا نخلو معلوماتنا اكوتي وكاع وما نلقوش وين نحطوهم ونودروهم وما في راسنا وما يقعدوش. ثم هذه افضل حاجه نديروها باش نخلو ديك المعلومات في راسنا. خلوني كنت نقول لكم، كنت نهضر لكم على الرفض، قلت لك سقسي روحك اسكو هذه الحاجه راهي تاذيني انا ولا تاذي الصوره الذهنيه اللي حطيتها انا في راسي على نفسي. كيما قلت لكم قبيله الغرور تاعي، اسكو غادي يصرى لي حاجه لما هذاك الانسان يقول لي لا ما يصرى لي والو، نورمال. هذه هي النقطه الاخيره اللي كنت باغي نهضر لكم عليها. يا درا عجبكم الفيديو تاع اليوم ولا ما عجبكمش؟ شوفوا شويه صعيبه انه ندير محتوى بلا ما نبين وجهي وبالتصوير باسكو ما نعرفش ندير لكم. بكل بساطه ادبيه تقولوا لي اقتراحاتكم في التعليقات، ارائكم، ما باليش اضافه راكم باغيين تضيفوها على الاجوبه اللي قلتها، سؤال راه عندك راكي باغيتني نجاوب عليه قولي لي. وما تنسيش ديري لايك للفيديو وتابوني وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. يوم الجمعه دائما باذن الله يكون عندنا فيديو. نشوفكم في المره الجايه ان شاء الله، ومع السلامه.